أهلا بيكم. معاكم أحمد الحارس، وهنا بنتكلم عن إزاي تحسنوا من العلاقة كل يوم عن اللي قبله. استمتعوا بحلقة النهاردة. الجوع. الجوع. زمان كان بيقولوا كل وانت جعان هتحس بطعم الاكل احلى. ماشي. طب وانت جعان لو داخل علاقه هتبقى عارف قيمه اللي قدامك اكتر، ماشي. ولا ده ما ينطبقش على العلاقات؟ ان انت لازم تكون شبعان قبل ما تدخل العلاقه عشان تقيم ما هو العلاقه صح. حسب قصدك إيه بقى بجعان وشبعان؟ يعني يعني هل أنا مثلا محتاج عاطفة فبدخل علاقة عشان أشبع العاطفة؟ ما هو هنا هل أنا الجوع هنا محتاج مرادف انا محتاج ايه. يعني انا محتاج اهتمام انا فبدخل محتاج عشان ثقه، أشبعها؟ انا خارج من محتاج تجربه. ثقة؟ لا. لا، أيوه، ما ما أنا عشان احنا كده ما هو احنا بقى سألتك. احنا هنا الجوع بقى هنا لا، مفتوحه. ما هو ما ينفعش. بص، انا ما ينفعش ان انا بدخل علاقة عشان اصلح علاقة او اصلح نفسي. لا، مش معنى كده ان انا كل علاقة هدخلها هكون انا 100% في كل حاجة انا سليم. لكن قصدي كلامي ايه؟ ما ينفعش ان انا بدخل علاقة لمجرد ان انا مثلا طالع من علاقة كانت ما فيهاش ثقة فيا كتير، فانا عشان ارجع الثقة دي فبدخل في علاقة لان انا جعان من الحتة دي، فبدخل في علاقة عشان تغذي لي الحتة دي. لا، ده ما ينفعش. لان انا طب هنا هبقى اولا مفترض شوية حاجات مش هتكون موجودة. تاني حاجة هبقى منتظر من الطرف التاني حاجات هو مش بالضرورة عنده القدرة انه يعملها، لان انا كده طالب منه ان هو يصلح اخطاء حاجات هو ما عملهاش. بس ده مش معناه الاحتياج. طب ما لا، احنا ما هو اصلا بندخل الاحتياج العادي، العلاقات عشان احنا ايوه. محتاجين. الله ينور عليك. ما هو انا عشان كده سألتك في الاول عشان نبين الفرق بين الاتنين. مم. الجوع حاجة والاحتياج الطبيعي او الفطري حاجة. كلنا عايزين نحس ان احنا محبوبين، مم. فده احتياج طبيعي. لكن مش كلنا عايزين نحس ان احنا لازم نكون مرغوبين دائما. انا مثلا كنت في علاقة ما كنتش حاسس فيها ان انا مرغوب، فبدور على علاقة لمجرد ان انا عايز احس اني مرغوب. لا، المفترض ان انا بدور على علاقة لمجرد ان الاحتياج فطري وطبيعي، مش عشان اصلح بيه حاجة كانت موجودة قبل كده. فالفرق ما بين الاحتياج الطبيعي والجوع كبير جدا. لو انا دخلت اي علاقه لمجرد ان انا جعان وعايز اشبع الحاجه دي، هيبقى تركيزي على الحاجه مش على العلاقه. يوم ما الاقي ان الحاجه دي مش بيتم تلبيتها بالطريقه اللي في خيالي، مش هحاول اصلح. طب ما ولا ده ممكن نستخدمه ان انا لو عرفت اللي قدامي هو محتاج الحتة دي او محتاج جعان في الحتة دي، فهيتغاضى عن حاجات تانية، فتبقى كده العلاقة كويسة. هي كده مش كويسه. ما بص، انت قلتي ايه؟ يعني انا كده هستخدم احتياج الشخص الحاجه عشان انا اطنش حاجات تانية، صح؟ اه ان طب انا هل ان كده دي خلاص دي علاقه دي سويه؟ اللي هي ايه، كل حاجة المقابل بتاعها. ايوه، هل دي علاقه سويه؟ بس انتوا بتعملوا كده، انتوا اكتر ناس بتحبوا الواحدة تبقى جعانة. لا بالعكس، ده انا عايز ان هي انا اكون بلبي لها كل احتياجاتها عشان ما يجيش عليها الفكره ان هي عايزه لا لا تبص بره ولا بالعكس. تحس بره ولا لا تشوف بره ولا الكلام ده. اولا انتوا من انصار ما تخليهاش تشبع، خليها طول الوقت ناقصها حاجه، لا، خليها طول الوقت محتاجه لك سواء ماديا، لان هي لو شبعت ماديا هتسيبك، لو شبعت عاطفيا هتطلع لاكتر، لو شبعت شغل، لو خليها طول الوقت جعانه عشان تفضل طول الوقت محتاجاك. لا، ده كلام انتوا بتقولوه لنفسكم لا كستات. انتوا اصحاب انتوا ما انا اصحاب لسه هقول. المدرسه دي. لا، انتوا اللي شايفين كده، انتوا اللي بتقولوه ما بينكم وبين نفسكم. هاتي راجل كده قال لاي راجل خليك تملي مراتك جعانه. اه ما تشبعهاش. مين راجل قالها؟ الراجل، مش ست بتقولها لست. مفيش راجل يعني بيقولها الراجل، لان معنى ان راجل ده لو سميناه يعني يقبل ان واحد يقول له ما تشبعش مراتك، انت فين الرجوله في اللي انت بتقوله ما ده؟ هي لو شبعت هتطلع، طب ما ده حقها. هتبقى ازيد. لا، ثانيه واحده، هي لو فانت مش شبعانه. هتخلص من لا التدرج بالعكس، ده. هي لو شبعانه هيجي لها سكن، هتستقر، هتبقى الدنيا تمام. لان انا ما ينفعش ان انا اساوم الطرف التاني على احتياج عنده. فاحنا بنتكلم طب انا لو انا دلوقتي ان كان هي عندي عندها احتياج. اه ما ينفعش ان انا استخدم ده عشان اضغط عليها، ولا هي ينفع ان هي تستخدمه عشان تضغط عليا. فانا مش حكايه ان انا مش عايز اشبعها او ان هي مش عايزه تشبعني. لا بالعكس، ده المفترض ان احنا اساسا داخلين العلاقه دي عشان نشبع احتياجاتنا. ايه المنطق اللي يخلي حد يدخل علاقه وهو مش ناوي يشبع الطرف التاني؟ ما هو انا عشان انا مش كامل 100%، حلو. فانا اللي عندي ده بيسد جوع معين، بس انا ما عنديش حاجات كتيره، فاقدر بده يبقى ليا انا ايه. كده بساوم. انا كده بساوم. ان انا مش 100%، انا ما عنديش 100%. اه طبعا ما فيش حد على وجه فانا الارض عنده هقدم لك 100%. الحاجه اللي غيري ممكن ما يعرفش يقدمها لك بالصوره اللي انت عايزها. ثانيه واحده، ما هو انا ممكن اعمل دي من غير ما اكون بساوم. مم. انا عشان كده بفرق ما بين الاتنين تملي، ان انا اساوم الطرف التاني بسبب احتياج عنده وانا اقدر ان انا البيهوله، فانا بتحكم في التلبية دي عشان اتحكم فيه، انا كده بتلاعب بيه. لكن ان انا ممكن اقدم للطرف التاني حاجة ما فيش اي حد بيقدر يقدمها، دي ممكن.
لان دي ممكن تكون الميزه اللي عندي اللي انا بعرف اعملها بسهوله. يعني مثلا واحده بتعرف تقول كلام حلو، وهو الراجل اللي معاها بيحب يسمع كلام حلو، فهي بتقدم له حاجه احتياج عنده هو فعلا في حاجه اليه، صح؟ ان هي تكون بتستخدم الكلام الحلو ده عشان يوم ما تبقى عايزه تضغط، ويوم ما تكون مش عايزه ما تعملش، والكلام ده كله، دي اسمها مساومه. ولكن ان هي بتشبعه من الحته دي لدرجه ان هو يبدا يحس انا اللي معايا بتديني الاحتياج اللي انا عايزه بطريقه مستحيل الاقيها من واحده تانية. ده فرق كبير ما بين الاتنين. الاثنين اعتقد واحد، لا انت مش في كلا الاتنين واحد، الاحوال مش الاتنين واحد. استخدمت ده. لا، الاولانيه اللي بتساوم هي زي ما انت قلتي بتستخدم، لكن التانيه اللي مش بتساوم هي بتلبي الاحتياج فعلا. هي بتشوف الطرف التاني اللي معاها محتاج ايه، وهي طالما عندها القدره بتعمله له. مش عايزه تستخدمه بقى زي عصايه وجزره. انا في ايديا الجزره، هتعمل لي هديها لك، مش هتعمل لي هضربك او بالعصايه. يبقى ثواب وعقاب. ثواب وعقاب، اللي هو الكلام اللي هي اسمها مساومه. ما ينفعش. طب وهو الصح ان البني ادم يدور على احتياج الطرف الثاني؟ طبعا. ما هو انا لو كده، ما انا لو بينت انا محتاج ايه، أيوة. او ايه نقط ضعفي، ما انا ممكن اللي قدامي يبتدي يستخدمها. دلوقتي هو بيلبيها لي، بس ممكن بعد كده يبتدي يستخدمها ضدي، فانا ابقى كتاب مقفول من الاول. ما هو انا لو كتاب مقفول يبقى انا ما اخترتش صح. مش احنا المفترض ان اولا زي ما ربنا بيقول وافضى بعضكم الى بعض، هن لباس لكم وانتم لباس لهن. بس الدنيا مش بالمثاليه دي. ما انا مش بقول مثاليه، انا بقول على الاقل لما تيجي تختاري او لما تيجي تختار، اختار الشخص اللي تقدر ان انت تتعرى قدامه جسديا ونفسيا وفكريا. ما تختارش لمجرد ان انا عندي الاحتياج المعين فاقرب حد يقدر يلبيهولي جريت عليه. لا، احنا مش حيوانات، احنا بني ادمين. فانت المفترض ان اللي بيحركك عاطفه وعقل، شهوه وعقل، فما ينفعش ان انت تخلي واحده تطغى على التاني. اعرف ايه الحاجه اللي انت بتدور عليها وايه وزنها، ودور على اللي يلبيها لك بالطريقه الصح، وان انت اساسا تكون عندك الثقه في الشخص ده ان هو نفس الكلام، هو برضه عنده احتياجات وعايز ان حد يلبيها له. هو ده اساسا اصل اي علاقه، ان احنا الاتنين عندنا احتياجات وبنلبيها لبعض. طب هو ازاي البني ادم يعرف ان هو جعان في الحته دي، ولا احتياج طبيعي الناس كلها بتحتاجه؟ بالمناسبه انا ممكن يكون احتياجي طبيعي بس بدرجه زياده. الفرق ما بين كلمه ان انا جعان وان احتياجي زياده، انا قايسها ازاي في حته جوعي من عدمه. يعني ايه؟ يعني هل انا منتظر ان الحاجه اللي انا جعان منها بسببها دي تجي لي من اي حد، ولا بفكر كويس قوي هي هتجي لي من مين؟ لو انا ما بيشغلنيش هي جايه لي من اي حد، لا انا كده جعان، انا كده عندي مشكله، انا كده لازم اقف يعني قدام أنا نفسي لو واعرف لو الاهم عندي تلبيه الحاجه دي، ايا كان جايه منين، بيعملها ايا كان لي. جايه من مين، ده اللي غلط. لكن لو انا فعلا عندي احتياج معين زياده عن الطبيعي في حاجه معينه، ولكن لما باجي البي الاحتياج ده بدور هو مين اللي ينفع يلبي لي الاحتياج ده، مين اللي ينفع اكون في علاقه معاه عشان يلبي لي الحاجه اللي انا عايزها او اللي انا عايزاها، ده اللي اسمه احتياج عادي، ده اللي اسمه احتياج فطري او طبيعي. لكن الجعان زي ما بيقولوا حتى المثل الشعبي اللذيذ يقول لك الجعان بيحلم بسوء العيش، لان هو مش شاغل باله باي حاجه غير بتلبيه الحاجه دي. لكن التاني اللي عنده الاحتياج لا انا مثلا واحد في احتياج للاحساس بالحنان مثلا، هو عايز، بس مش معنى كده ان اي واحده هيروح يتجوزها. لا، بيبدا وبيشوف وبيفكر، طب فلانه دي تنفع ما تنفعش، احتياجه موجود ما اتغيرش، لكنه بيفكر وعقله هو اللي بيحركه. لكن التاني اللي كل اللي بيدور عليه كلمه حلوه، اي واحده هتقول له كلمه حلوه هيجري وراها، مع ان في الحالتين هي احتياج حنان. احتياج حنان يعني صح كده؟ نفس الحاجه. الله ينور عليكي. لكن الفرق بقى، هل هو زي ما انت سميتيها جوع، فانا اللي بيحركني مجرد شهوه بس ان انا عايز الحاجه دي يتم تلبيتها، سواء بقى ان انا ولا عايزه الناحيه اسمع كلام التانيه؟ حلو، عايزه الله اتقدر، ينور. عايزه اتشاف، ايا كان عايزه بقى، ايا كان، خدي بقى الكلمه نفسها او الموقف نفسه على استقامته كلها. ايا كان ايه الحاجه، عايز تعرف هي جوع حيواني ولا هو احتياج طبيعي عندك، شوف انت بتنتظر ان يلبيها لك اي حد ولا لا، انت بتختار مين اللي يلبيها، وقاعد بتفكر وقاعد فعلا بتدرس ينفع يلبيها لك ولا لا. طيب ده هنا للشخص، يعني تمام. كده خلاص الشخص هيبقى عارف يفرق ما بين الجوع وما بين الاحتياج. تمام. طب لو الطرف التاني بقى هو عايز يتأكد هل الإنسان اللي معاه ده هو قاعد معايا عشان هو عايزه، ولا قاعد معاه لمجرد ان انا بديله حاجه فهو جعان من الحته دي، فلو الحاجه دي اتلبت في اي حد تاني هيسيبني. ما هو لو قلنا ان هو جعان لو الحاجه دي اتلبت من حد تاني هو هيعرف منين؟ من بدايه من بدايه العلاقه. يعني مجرد ان انا ابتديت البي الحاجه دي قبل ما يبقى في اي ارتباط، انت رميت نفسك عليا، لا كده في حاجه غلط. يعني فرضا واحده عندها احتياج انا اسف، عندها جوع للكلام الحلو،
تمام. فاول ما قابلت فلان ده قال لها كلمه حلوه، لقاها رمت نفسها عليه. اه، ما هو ده ما انت ما مش اصحى. منطقي. مش منطقي. هو في ايه؟ اه. على الجانب الاخر نفس الكلام برضو، واحد عنده احتياج للكلام الحلو، اول ما قابل فلانه دي قالت له كلمه حلوه قام رامي نفسه خالص، فهي برضو لا مش منطقي، في كده حاجه غلط. فما تجيش تقولي بعد كده ان لا انا ما كنتش شايفه او انا ما كنتش شايف، لا انتوا كنتوا عارفين، انت كنت عارف ان في حاجه مش تمام. مم. اما بقى حته ان انا اساسا اتعامل ازاي ان الطرف التاني ده عشان انا بلبي له حاجه فهو معايا، اه. ما دي طبيعه العلاقه اصلا، احنا بني ادمين يا جماعه، احنا بني ادمين. انا هدخل في علاقه ليه طالما انا مش هستفيد منها؟ دي مش انانيه، دي واقعيه. هو عايز احساس معين وهي عايزه احساس معين، هما الاتنين دخلوا في علاقه عشان هو هيلبي لها احساسها وهي هتلبي له احساسه. طب ما ده الطبيعي. طب وهل ممكن ساعتها البني ادم اللي هو شاكك، اللي هو انت قاعد معايا عشان انت عايزني اه ولا لو شاكك في مثلا لا الجزء ده ما يقطعش، يوقفه، لا ما فيبتدي يقطعش. يحس ان اللي لا قدامه ما هو كده انت بتستغل. هفترض معاكي زي ان بالظبط هو، اعرف قيمه وجودي. ما انا كنت لسه هقوله، هفترض معاكي ان ده احتياج حقيقي مش جوع. مم. لما انت تمنع احتياج حقيقي للطرف التاني انت كده بتعمل فيه ايه؟ اه، انت بتجبره ان هو بتذله. يدور. اه. بتذله سواء راجل او ست. مم. فانت او من هنا منطلق هتخاطر. علشان تعرفي قيمه النعمه، او تعرف قيمتي، لا او في فرق ما بين ان انا اقطعها لمجرد ان انا بس عايز ابين الوضع ايه، مم. وما بين ان انا لا انا عايز اتاكد انت معايا عشانها ولا لا. في فرق كبير ما بين الاثنين، لان الطريقه اللي ممكن اتعامل بيها هتختلف. لو انا فعلا بس عايز احسس الطرف الثاني ان خلي بالك انت في نعمه، انا بعمل حاجات انت المفروض تقدرها، بدايتها مش ان انا اقطع، لا بدايتها ان انا هقول له يا فلان قدر اللي انا بعمله، انا برضو بعمل لك وبسوي لك، انت بتعمل لي كل حاجه بس انا طالبه ان انت تقدر. هو برضو نفس الكلام، يا فلانه قدري اللي انا بعمله، ده انا بعمل لك وبسوي لك، انت مم. بسم الله ما شاء الله برضو بتعملي لي، ولكن انا بقول لك بس قدري اللي انا بعمله. ده لما فعلا انا اكون بدور على التقدير. لكن ان انا عايز استخدمها كسلاح بقى اللي هو يلا ونقطع والكلام ده كله ما مم. ينفعش، لان انا كده فعلا هبقى بذل الطرف الثاني. لان هو اذا افترضنا حسن النيه ان هو فعلا في احتياج لده وانا شلتها عنه، انا كده عايز اذله، انا كده عايز اكسره. راجل او ست انا كده فعلا عايز اكسره. خصوصا كمان ان انا عارف دي عنده الله ايه. ينور عليكي، انا عارف وزن الحاجه دي ايه، مم. لان هي دي الحاجه اللي هو بيدور ازاي يشبعها، والحمد لله لقاني او هي لقتني عشان نشبع الحاجه دي لبعض. مم. فان انا استخدمها ده جبروت، ده جبروت وبيخرب علاقات كتير جدا جدا. اعتقاد ان انا في ايديا الحاجه اللي اعرف اضغط بيها. اصل انا اساسا في اي علاقه انا عايز ابقى مرتاح، عايز ابقى حاسس بسكن. فانا لو حاسس ان الطرف التاني عشان اعرف زي ما انت قلتيها من شويه نقطه ضعفي فبيضغط بيها، طب انا كده مش في سكن، انا ايه اللي مقعدني بقى؟ انا طب كده هد المعبد وامشي. هل ممكن لو حد دخل في حاجه، ان هو كان دخل العلاقه ان هو جعان في حته معينه، يقدر يخلي يعني يقنن الموضوع ده يتدارك نفسه. ويخليه ان هو لا، انا همسك نفسي، اللي هو لا، يقدر ده يتدارك ده نفسه. احتياجي، بس لو اللي قدامي ما لبهوليش الدنيا مش هتتهد. ايوه لكن في هل ده نفس ممكن الوقت، يحصل؟ انا المفروض اطلب تلبيه احتياجي من الطرف التاني. انا لازم اكون صريح من البدايه ان لا انا عايز، يعني هو مثلا الراجل بيكلم زوجته بيقول لها انا عايز واحد اتنين تلاته، وهي بتقول له نفس الكلام انا عايزه واحد اتنين تلاته. لازم يكون عندنا من الصراحه، لان انا مش عايز اعتقد ان الطرف التاني هيقرا لوحده. وفي نفس الوقت انا بتكلم عن احتياج لو ما تمش تلبيته لا قدر الله انا ممكن ادور عليه بره سواء راجل او ست. مم. طب ما نوفر على نفسنا، نوفر على نفسنا ما الطرق. نطنش. ما نطنش، لا يا بنت الحلال خلي بالك انا مهم بالنسبه لي واحد اتنين تلاته. مم. خلاص تمام، هي خلاص بقت عارفه. هي برضه بتقول له يا ابن الحلال خلي بالك انا مهم بالنسبه لي واحد اتنين تلاته. عادي. ليه؟ انا ليه بقول ان الدنيا كده بتبقى اسهل؟ لان احنا اولا اخترنا بعض صح، دورنا صح، الاسس اللي دورنا بيها والكلام اللي اتكلمنا فيه كذا مره. فانا لما اجي اتكلم مع حد بقى انا مختاره بالطريقه دي، لا انا محتاج ان انا اكون صريح معاه. طب ولو حد بقى بيسمعنا دلوقتي هو في خلاص بقى ما اختارش صح، ووقع بقى تحت تأثير حد حد بيستغله، بيستغل ما زيادة، انصحوش ان هو يكمل. بس في نفس الوقت ولا ان هو يعني يدرك بقى نفسه، اللي هو لا ما هو اكيد، ما ما هو الادراك هنا ايه بقى؟ ابدا ان انت واجه. مم. انت خلاص بقيت عارف فرضا ان هي بتضغط عليك بالحاجه دي، اه. قولها لها وش. انا عارف ان انت بتضغطي بده، وده لو استمر اكتر من كده مش هنكمل. لا قدر الله انت اللي في الوضع ده وانت عارفه انه بيضغط عليكي، ابدا قولي له نفس الكلام. يعني هنا المواجهة مش هتخلي اللي قدامي يعلي هيعلي يعلي. ليه؟ اصل كده كده زي ما بيقولوا يعني بالمنطق ده هي خربانه خربانه. مم. اصل انا كده كده بيتضغط عليا بيها صح، انت اللي زنقتني. ما ينفعش زي ما بيقولوا تملي، ما ينفعش تزنق القط في ركن وما ما تتوقعش انه يخربش. يخربشك، اه. هيخربشك. ما انت زنقتني بقى. يعني هو للاسف زنقها في ركن ان ما قدامهاش حل تاني.
ولا ان انا اشتغل على نفسي ان ده ما يبقاش جوع بالنسبه لي. مستحيل مستحيل، ما هو ده احتياج، احنا بني ادمين. يعني انت كده أنا- عايزه الانسان ما يبقاش انسان، انت عايزاه يبقى روبوت، اللي هو لا، انا عندي احتياج معين والمفترض ان الشخص اللي معايا ده هو اللي يلبي لي الاحتياج، بس هو منيل ب 60 نيله ما عملش كده، فانا المفروض اقفل احتياجي. عمرها ما هتحصل، احنا بني ادمين. انت كده زي اللي تكوني بتقولي مثلا واحد جعان ودخل مكان فيه اكل هو بيحبه، بس صاحب المحل مش راضي ياكله، فانت ولا بدل ما من تقولي له منطلق الجمله الشهيره اللي بنسمعها، انت لازم تشتغل على نفسك ولازم ايوه، تبني ما انا ما نفسك ولازم هشتغل، ما انا هشتغل ما على نفسي، تبقاش بس هل محتاج معنى كده؟ لحد لا، ده ايه الهزار ده؟ ما فيش حاجه اسمها كده، احنا دائما وابدا في الدنيا محتاجين لبعض. ما فيش حد يعرف يعيش لوحده، ما فيش اي كائن على وجه الارض يعرف لو كان ينفع كانوا الانبياء عاشوا لوحدهم. يعيش لوحده مش محتاج لاي حد، بالعكس دي من سنه ربنا في الارض، ان احنا عندنا يعني تباين في القدرات والامكانيات لكل واحد فينا عشان نكون دايما محتاجين لبعض. فما بالك بقى الاحتياجات الاساسيه اللي هي الحاجات النفسيه والعاطفيه والكلام ده، انا المفروض ان انا اطور من نفسي فما بقاش محتاجه لحد؟ مستحيل. انا المفروض اطور من نفسي فما بقاش محتاج حد؟ مستحيل. فمش المفترض ان انا اعمل كده. زي ما كنت لسه بقول لك، انت كده زي ما تكوني بتقولي الواحد دخل محل فيه كل الاكل اللي هو عايزه، ولكن صاحب المحل مش عايز، بدل ما تقولي له طب روح كلم صاحب المحل خليه يديك، انت بتقولي له لا، المفروض ان انت ما تبقاش جعان. مستحيل مستحيل. مستحيل، ما ينفعش، مش منطقيه. يعني المواجهه هنا هي اسلم حل. اه طبعا، لان خلاص انا دلوقتي اتحطيت في ركن، طالما انا محطوط في مم. ركن انا عايز اخرج من الركن ده، فتعالى بقى نتكلم. لا خلي بالك، انا مدرك اللي انت بتعمله، واللي انت بتعمله ده غلط، ولا قدر الله اذا استمر هيؤدي بينا لحاجه مش كويسه، فتعالى نحل. اصل ممكن انا اكون فاهمها بطريقه غلط، ممكن يكون الطرف الثاني متوقع مني حاجه او معتقد حاجه تكون غلط. خلاص تعالى نقعد احنا الاثنين، مم. الوضع 1 2 3، انا عايز 1 2 3، انت عايزه 1 2 3، تعالى نشوف ايه اللي نقدر نعمله عشان نوصل لارض وسط ما وممكن بيننا. اصلا اكون انا باني فكره من الاول ان الطرف اللي هي دي قدامي بيستغل ده، ممكن الطرف التاني اصلا مش مدرك مش في الكلام ده خالص. دماغه الله ينور اساسا عليك، ده. يبقى هنعرف ده امتى؟ يعني لما نتكلم. بدل ما انا اشتغل انا بقى على نفسي وان اما انا انا كده هشتغل نفسي، مش هشتغل على نفسي. انا لو اه عملت اللي انت بتقوليها بقى بشتغل نفسي، لان عمرها ما هتوديني لاي حاجه. لكن فعلا لو عايز اشتغل على الموضوع، طب اجيب صاحب الموضوع، يا فلان انا عندي 1 2 3 وانت بتعمل معايا 1 2 3، يا فلانه انا عندي 1 2 3 وانت بتعملي معايا 1 2 3. هو ده اللي المفروض يتعمل، ان احنا الاثنين يبقى في تواصل عشان فعلا نقدر نحلها، مش ان ولو احنا طرف نقول خلاص. او طرف بقى بعد بقى ده التزم، اللي هو خلاص هو فاهم بقى كده، زي ما بيقولوا كده اللعب بقى على المكشوف. ما هو لو اللعب على فخلاص المكشوف بقى انا كده خلاص بقى، بقينا ما خلاص بقينا لا خلاص يبقى انا للاسف عارفه ان هتبقى انت الكل في توضح. الكل. ما انا لسه بقول لك اه هتبقى الكل في الكل، انتوا كده مش عايزين تحلوا. فايا كان بقى الطريق اللي هتوصلوا له، يبقى انتوا الاثنين اللي اخترتوه، لا تلومون الا انفسكم. يعني والله احنا نتمنى يعني ما نوصلش مرحله ان احنا جوعنا ياثر على اختياراتنا باذن يعني. الله، صح، امين يا رب، امين يا رب. بس ونكمل الحلقات باذن الجايه الله يا رب العالمين. ما تنسوش برضه اعملوا شير ولايك وسبسكرايب، ومستنيكم في حلقات جايه باذن باذن الله. الله.